الموسم الأول من سايلو بيحصل في مستقبل ديستوبي، مستقبل فاسد، حيث أجيال من الناجين عايشين في مخبأ ضخم تحت الأرض يمتد لمئات الأدوار تحت الأرض بسبب الهواء السام اللي خلى سطح الأرض مش صالح للحياة. كل سجلات ماضي البشرية ضاعت في تمرد حصل من 140 سنة، وأي كلام عن الحياة اللي كانت موجودة قبل ما البشر يضطروا يعيشوا تحت الأرض أو أي آثار من ذلك العصر المنسي ممنوعين تماما وعقوبتهم الموت، بما في ذلك التعبير عن الرغبة غير القانونية في الخروج للخارج. CPR اللي هو الشخص اللي بيتحكم في الكاميرات بيتحط في بدلة محكمة الغلق وبيتوجه لسطح الأرض، حيث هيواجه موت مؤكد علشان ينظف حساسات الكاميرات عشان سكان السايلو أمام المخبأ يقدروا يشوفوا الدمار اللي فوق بشكل واضح. أليسون بيكر هي مرات شريف السايلو هولستون، وهي بتقتنع إن قادة السايلو بيكذبوا على الكل بشأن خطورة السطح علشان يحافظوا على خضوع الجميع. خبير الكمبيوتر جورج ويلكنز طلب مساعدتها في فك تشفير هارد درايف قديم لقى إنه من وقت قبل التمرد اللي مسح تاريخ السايلو. أليسون اكتشفت فيديوهات على الهارد درايف بتظهر العالم الخارجي وهو مزدهر بالحياة، مما يوحي إن الدمار اللي بيتعرض لسكان السايلو كله كذبة. أليسون اتشغلت تماما بمعتقداتها الجديدة الراديكالية، وفي النهاية أعلنت رغبتها في الخروج للخارج، مما سبب رعب لزوجها هولستون. قبل ما تروح لموت مؤكد، أليسون قالت لهولستون إن لو العالم الخارجي ظهر آمن هي هتنظف حساسات الكاميرات. فهولستون شاف لقطات مباشرة لمراته وهي بتنظف الحساسات قبل ما تموت. بعد السنين هولستون يحقق في موت جورج ويلكنز اللي اتقال إنه حادثة، لكن عشيقته جولييت نيكولز بتقول إنه قتل. جولييت مهندسة مجتهدة ومحترمة بتشتغل في قسم الميكانيكا في السايلو، حيث الطبقة الدنيا من السكان بيكرهوا السكان اللي عايشين في الأدوار العليا. وهولستون وهو بيفتح ملف موت جورج رجع لمعتقدات أليسون واقتنع بنظرية المؤامرة بتاعتها، وقرر هو كمان يخرج للخارج مؤمن إنه هيقابل مراته تاني. هولستون شاف سطح الأرض مليان حياة بشكل معجزة من خلال نظارة البدلة، لكن اللي تحت شافوا لقطات الكاميرا وهو بيموت على السطح. في وصيته هولستون عين جولييت بديله كشريف. صديقه المخلص ونائبه مارس ورئيس السايلو جونز وافقوا على تنفيذ وصيته وطلعوا لأسفل لقسم الميكانيكا علشان يجيبوا جولييت للشغل. مارس وجونز واجهوا معارضة من اثنين من أعلى القادة في السايلو، رئيس القضاء القاضي ميدوز ورئيس قسم IT برنارد هولاند، اللي شافوا جولييت من الطبقة الدنيا كمرشحة غير مناسبة. لكن مارس وجونز مكملوش وعرضوا على جولييت الشغل. جولييت بتحب شغلها في الميكانيكا ومكرهت فكرة الانتقال لأعلى السايلو وسط السكان المتعجرفين اللي بتحقد عليهم، لكن الفرصة علشان توصل لموارد أكثر في تحقيقاتها في قتل جورج دفعتها تقبل المنصب. جولييت سابت العيلة اللي عملتها لنفسها في الميكانيكا، بما فيهم أصدقائها المهندسين نوكس وشيرلي، ونائب طبقة الدنيا هانك، ومرشديها المهندس اللطيف والخائف من الأماكن المفتوحة ووكر. في الرجعة لأعلى، مارس وجونز أعلنوا حبهم لبعض قبل ما رئيس السايلو يموت من تسمم، ومارس اتقتل في بيته. رئيس IT برنارد بقى رئيس مؤقت واسم لجولييت كشريف جديدة، وعمل صلح معها بالرغم من كرهه لسكان الطبقة الدنيا. جولييت اتعينت لها نائب جديد، بيتر بيلينغز، اللي القضاء عايزه ياخد مكانها كشريف. بالرغم من كده بيتر أثبت إنه صديق حقيقي لجولييت وأقسم إنه مش مع الاسم القمعي. الاتنين بقوا قريبين من بعض، وجولييت بدأت تثق في شريكها الجديد لحد ما اكتشفت إنه عنده السيندروم، حالة صحية خطيرة بيسيبها سر علشان ما يفقد شغله. وهي جولييت بتتحرى في موت جونز ومارس. رئيس قوات أمن القضاء سيمز حط اتهام على واحد اسمه دوغ علشان يخلص التحقيقات بسرعة. وهي جولييت بتتأقلم مع حياتها الجديدة في الأدوار العليا، عملت صداقة مع موظف IT لوكاس كايل اللي بيهتم بالأضواء الغريبة اللي بتظهر في سماء السطح اللي هي في الحقيقة نجوم. جولييت كمان بتحاول تتجنب تشوف أبوها اللي هي سابته، الدكتور بيتر نيكولز، بعد موت أمها من سنين. جولييت هانا كانت دكتورة جربت معدات مكبرة غير قانونية علشان تعالج ثقب في قلب ابنها الصغير جاكوب. القضاء اكتشف المعدات غير القانونية وداهموا بيت نيكولز ودمروا المكبر، مما أدى لموت جاكوب وتدهور صحة هانا العقلية اللي أدى لموتها. جولييت دايما لامت أبوها على إنه هو اللي بلغ عن أمها وحدت عليها من ساعتها. جولييت كمان جابت كتاب أطفال قديم فيه صور للعالم الخارجي قبل سقوط الأرض. في النهاية جولييت اكتشفت إن في كاميرات مراقبة متقدمة مخبأة في كل حتة في السايلو، حتى في بيوت الناس،
والقضاء بيستخدموها علشان يشوفوا كل حاجة ويحكموا بشكل قمعي. جولييت عرفت إنهم اكتشفوا معدات أمها المكبرة من الكاميرات دي، وإن أبوها كان بريء، فتصالحوا. في النهاية جولييت هربت من سيمز وقوات القضاء علشان تجيب الهارد درايف بتاع جورج اللي هولستون كان خباه. مش قادرة توصل لمحتواه، رجعت للوكاس علشان يساعدها، لكنه رفض علشان خايف من العواقب. جولييت قررت تاخد الهارد درايف لأذكى شخص تعرفه، ووكر، لكنها مش قادرة توصل لقسم الميكانيكا علشان قوات القضاء مسيطرة. من غير ما تلاقي حل، جولييت واجهها برنارد، اللي كشف إنه هو القائد السري الحقيقي للسايلو، واللي بيفرض كل القواعد القمعية، وهو اللي مسؤول عن قتل جونزو مارس. برنارد وسيمز قبضوا على جولييت واتهموها كذبا إنها طلبت تطلع بره علشان يجبروها تطلع للسطح وتموت. جولييت قدر تهرب من القبض وتختبئ بمساعدة حلفاء من الطبقة الدنيا: باتريك كينيدي مهرب آثار، وداني هاكر مجرم. مع بعض اكتشفوا فيديوهات جورج اللي خلفها لجولييت على الهارد درايف، وفيها أكد حبه ليها وطلب منها الدور على باب سري تحت السايلو. داني بث لقطات للسطح المزدهر لكل سكان السايلو قبل ما برنارد يوقف البث. جولييت أخيرا اتعرفت، ولوكاس اتنزل من شغله في آي تي وتحول للعمل في مناجم السايلو علشان ارتبط بجولييت. في النهاية، وهي جولييت بتتجهز علشان تترسل للسطح، برنارد كشف لها إن موت جورج مش قتل، لكن تضحية عملها علشان ما يتعذبش ويضطر يفشي رفاقه. ثقة برنارد في نظام السايلو اتزعزعت لما جولييت كشفت إنها عارفة عن الباب السري تحت السايلو. علشان ولاء سيمز، برنارد عينه ضله علشان يدربه على الأسرار الحقيقية ورا السايلو. وهي جولييت بتتجهز علشان تطلع بره في البدلة المحكمة، شافت نفس الصور المزدهرة بالحياة في شاشة البدلة، مما أدى لاكتشافها الصادم إن وعد الحياة بره كان الكذبة الحقيقية علشان يعطوا لحظات أمل أخيرة للي بيتحطوا بره علشان ينظفوا. الحقيقة إن الدمار اللي مش صالح للحياة هو اللي موجود، لكن الغريب إن جولييت مش ماتت زي كل اللي راحوا قبلها علشان ينظفوا. ووكر اكتشفت إن البدلات اللي كانت بتتلبس قبل كده كانت معيبة بشكل متعمد علشان يدخل الهواء السام، فقامت بتعزيز بدلة جولييت بشريط لاصق حراري موثوق من أصدقائها في الميكانيكا. فجولييت مشيت بعيدا عن السايلو، وصلت لأبعد من أي حد قبله، واكتشفت عشرات السايلوهات التانية ممتدة على طول الأفق، مع مدينة مدمرة على البعيد. شكرا لمتابعتكم لحدوتة النهاردة. لو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وشاركوا الفيديو مع أصحابكم اللي بيحبوا الأفلام والمسلسلات المثيرة. تابعونا علشان نواصلكم بحكايات جديدة ومشوقة. سلام يا أحلى متابعين.